صباح الفل، صباح الورد، صباح الهنا والسرور، عاملين ايه يا احلى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي من اخر فيديو. النهارده يوم جديد، حابه كده اشارككم اليوم بتاعي، فان شاء الله يعجبكم، يكون كده خفيف على قلبكم. بس طبعا لو انت اول مره تشوفوني، انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه انا بنزلها، واعملوا لايك جامد للفيديو ده لو عجبكم، سيبوا لي كومنت حلو زيكم. وطبعا ما تنسوش تعملوا فولو على قناتي التانية نغم لايف ستايل، عشان بنزل عليها فلوجات حلوه هتعجبكم. تعالوا بقى نبدا اليوم بتاعنا. قلت كده اجهز الفطار، عايزه افطر قبل الولاد ما يصحوا، عشان ورايا حاجات كتير جدا في اليوم دوت في البيت. فقلت كده ادي لنفسي كده نص ساعه روقان فصلان، بدل كل يوم الشاي اللي بنشربه وهو بارد. وبننسى نفسنا، واقعد اكل في ده وتاتي في دي. فقلت لا، انا الحق نفسي كده واعمل لي فطار حلو. جبت بقى البيضه كده وضربتها، حطيت فيها ملح وفلفل، ونزلت عليها في الساندوتش ميكر. دايما بتسالوني يا بنات على الساندوتش ميكر بتاعي، هو اسمه هايجر. هو في منه الساندوتش ميكر زي دوت، وفي اللي هو بتاع الوافل، وفي اللي هو الميكسي بقى اللي بيبقى فيه كذا غيار، تقدري تحطي فيه اللي انت عايزاه حسب نوع الاكل. المهم بقى حطيت التوست اللي بستخدمه ده اللي هو توست بالرده من غير سكر، بيبقى هو يعني مش مسكر قوي، بس حلو يعني، وبيبقى طعمه برده حلو. بس الاطفال مش هتحبه قوي. فالمهم انا جايباه كده ليا انا ومحمد. وحطيت بقى ايه، بيضه كده، وحطيت شريحتين جبنه رومي ولانشون، وحطيت فلفل الوان، وبس حمصته كده في الساندوتش ميكر، بيبقى طعمه حلو جدا. وكل الميكسات دي بتدخل في بعض، بيبقى طعمها حلو. طبعا عملت كوبايه الشاي بحليب بتاعتنا كده، اللي بتظبط يومنا وبتفوقنا. وبس كده، ده كده الفطار بتاعي كان خلاص جاهز. قلت افطر واروق على نفسي واظبط نفسي كده، وبعد كده ادخل اشوف اللي ورايا. بس مهم ان انا اخد كده طاقه وباور، عشان عارفه نفسي هتسحل في البيت، وهتسحل في الحاجات اللي عايزه اعملها في اليوم دوت، وهنسى افطر وهتلهي بقى. فهفضل كده لحد ما ميعاد الغدا. دلعنا نفسنا واخدنا الفطار، نقوم بقى نشوف اللي ورانا. كفايه بقى كسل كده، عايزاكي تقومي تتشجعي معايا. ولو في حاجه وراكي، الولاد نزلوا راحوا المدرسه، الدنيا كده في الصبح بيبقى فيها بركه، نقوم نشتغل كده مع بعض. طيب هعمل ايه النهارده؟ بصوا يا بنات، كنت عايزه ارتب الاوضه بتاعه الليفينج، بس بصراحه قلت لا، انا الحق افطر. طبعا الفيديو ده انا مصوراه قبل ما ديما تنزل المدرسه، فكانت ديما موجوده واياد، بس كانوا لسه ما صحيوش، كانوا نايمين. فانا قلت اقوم كده شويه بدري افطر، وبعدين ادخل اشوف الحاجات اللي ورايا هعملها في اليوم دوت. فانا كنت مقسمه يومي. الفيديو اللي فات انا كنت عامله فيه الريسبشن، وكنت مظبطاه وخلصته كده زي ما قلت لكم كده، ان انا بعمل البيت حاجه حاجه. يعني حتى في الترويق دوت، يعني لو الدنيا بسيطة معايا وما فيهاش شغل كتير، بمسك يوم في الأسبوع اللي هو التنظيف الأسبوعي بتاعي، برتب البيت وانضفه، أغير الملايات بتاعت السراير. بيبقى مجهود شوية، بس بحس كده ان البيت طول الأسبوع بيبقى زي الفل. وخصوصا الموضوع ده وقت المدارس بينفعني جدا جدا، على عكس لما بيكون الولاد في البيت قاعدين ليل ونهار قاعدين، الدنيا بتتبهدل، ما بيبانش عليها نظافة. وده حرفيا يعني ببقى مسحولة كده مع ديما وإياد وقاعدين فاللي هو هنا كركبة شوية وهنا كركبة شوية، في أي مكان بيقعدوا فيه فبسيبهم يعني. فالمهم أنا قلت بقى خلاص، احنا هنبدأ كده المدارس، والدنيا عايزة تدخل عليا وهي نظيفة إلى حد ما، لحد ما أبدأ أعمل التنظيفات الشتوية الحلوة بتاعتنا دي، عشان تريحنا طول فترة الشتاء لحد إن شاء الله كده وعلينا خير يا رب يدينا العمر. نظبط مع بعض للعيد بقى ورمضان. الواحد بفترة الشتاء بيبقى فيه كسل شوية، في التزامات شوية. يعني ربنا يحمينا ويحفظنا الادوار البرد والحاجات الغريبة اللي بتحصل للانسان دي. بس الواحد دايما يتفائل خير، وان شاء الله كل اللي بيجي بربنا كويس. بس احنا بنعمل اللي هو تقدري تعمليه دلوقتي اعمليه، عشان الواحد مش عارف ايه اللي فيه بكره، فاهمين اللي هو يعني. عارفين مثل افرش بيتك ورشه ما تعرفيش مين يخشه؟ هو المثل ده تقريبا لو انا بقوله صح. في المدارس فعلا الواحد بيبقى مسحول ومشغول، وانا بنتي لسه صغيره، لسه برايمري 1، فلسه بقى ما فيش بقى دروس، اللي هو برضو في وقت معايا. لكن في امهات بتبقى في شغلها طول النهار،
بيبقى في كذا طفل ربنا يحميهم، دروس بعد المدرسة، فتلاقي الواحدة من ساعة ما بتصحى لحد ما بتنام في دوامة. ويعني أنا عن نفسي باقول إن أنا كده محتاسة، فطبعًا أكيد في ناس محتاسة أكتر منّي، وفي ناس مشغولة أكتر منّي، وفي ناس وراها التزامات أكتر منّي، فرغم كده فأنا باقول لكم الحاجات اللي أنا باعملها وهي ممكن في نظر ناس تانية دي حاجات بسيطة، لسه بيبي صغير، ما عنديش دربكة الدروس أو ناس اللي عندها أطفال كبار بقى وإعدادية وثانوية عامة والحاجات دي، طبعًا بيبقى ضغط وload على البيت ككل حاجة. ف بنبقى مشغولين معاهم، فالبيت يعني بنكروته كده في الشتا شوية ووقت الدراسة، فعشان كده حاولي تخططي لنفسِك كده وقت لكل حاجة، يعني أنتِ عاملة حسابِك مثلًا إن إن في يوم في الأسبوع أنتِ هتنضفي فيه البيت اللي هيخلّيكِ إلى حدٍ ما طول الأسبوع البيت نضيف، يعني من الآخر بتروّقي من على الوش يعني هو بس شغلتنا الشاغلة اللي هو اليوم بتاع ربنا يطعمنا دايمًا كلنا ويرزقنا إن اليوم اللي فيه أكل وفيه مطبخ لازم يتعمل بعد الأكل والدربكة بتاعة المطبخ اليومية دي واللانش بوكس والساندوتشات وتلاقي المطبخ بيتبهدل كذا مرة في اليوم، فيبقى ده بيبقى شغلانتنا أكتر يعني، فالبيت كده بنحاول نضبّطه على قد ما نقدر، فعشان كده قُلت إيه، أعمل كده أمسك أوضة، أوضة كده أضبّطها ترويق سريع، أغيّر الملايات، ألمّع، حاجات حتى يعني حتى في التنضيفة دي أنا ما عملتش كل حاجة، قُلت خلّيني إيه، ما خلّصت طاقتي كلّها وما اجهدش نفسي أوي، وأنا إن شاء الله قريب هابدأ بقى أعمل تنضيفات قوية كده يعني. فهتلاقي في حاجات كتير والله ما عملتها، ما عملتش الحجر، ما عملتش الشباك، في البراويز، ما زعّفتش، ما عملتش النجف، عارفين أنتِ حاجات كده تفاصيل بس هي بتاخد وقت وبتاخد مجهود، فما ينفعش إن أنتِ تدخّليها في وقت أنتِ مشغولة فيه، دايمًا خلّي عندِك التنضيفات العميقة دي في وقت أنتِ ما عندكيش حاجة تانية غيرها. لكن التنضيف ده لأ، أنا في بعد ما أخلّص تنضيف أنا في فطار، في طفل عايز يغيّر وياكل، في ديمة عايزة مراعية في حاجات، في نَفْسِك، في الأكل، في لو في مشاوير أو في حاجات ففي حاجات كتير في يومنا، ربنا يا رب يبارك لنا في اليوم بتاعنا ويبقى في وقت كده فيه. فبس كده يا بنات قُلت هابدأ بقى معاكم هاعمل الliving كده كنت قُلت أروّقه، قُلت قبل الدراسة وقبل الأسبوع ما يبدأ. عايزة كده الأسبوع الدراسة لمّا يبدأ يكون البيت عندي نضيف، يا دوبك بس هو الغدا اللي هاعمله، أشوف يوم ديما في الدراسة هيبقى ماشي إزاي، ويعني لسه كده بنقول يا هادي، طبعًا إحنا طالعين من أجازة، يعني مضروبين على دماغنا، يعني في لخبطة في النوم وفي المواعيد في الأكل، في حاجات كتير كده مش مضبوطة، فطبعًا أنا بالنسبة لي بابدأ أستعيد بقى كده كل الكلام ده وأبدأ إن أنا أنظّم بقى الموضوع من أول وجديد. حتى جالي comment في الفيديو اللي فات حد قال لي: "يا نغم بالاحظ إن أنتِ فيديوهاتِك بتعملي فيديوهات أكتر في فترة الشتا." ففعلًا يا جماعة أنا كائن يعني مش هاقول كائن شتوي، أنا باحب الشتا، بس لسببٍ ما أنا ما باحبش الحر ومش باستحمل الحر وما باطيقش الحر، فاللي هو أنا في الحر إن أنا أبقى لابسة طبعًا عشان التصوير والكُم ولابسة الطرحة وباتحرك وبابذل مجهود وفرهدة وواحد بيبقى مش طايق نفسه، فعشان كده باكسل ومش باصور. تعالوا بقى في أول ما بيبدأ شهر 9 الدنيا معايا بتبقى حلوة كده والجو بيبدأ يلطف، فهتلاقوني في الشتا معاكم active أوي، وهتلاقوني إن شاء الله كده نشيطة بإذن الله وأعمل لكم فيديوهات كده حلوة أو يمكن ممكن يكون عشان المواعيد يعني بيبقى فيها نظام شوية، في صحيان بدري، ديما بتروح المدرسة، فالدنيا بتبقى عندي أهدى، في وقت مثلًا لو أنا هاصور لكم الصبح وفي وقت معايا، فالدنيا تحسي إن كده فيها بركة، فما تعرفيش الجو بيبقى حلو كده مشجعِك، يعني ما أنا باحب الشتا بصراحة عن الصيف، مع إن أنا مولودة في شهر 4 بس باحب الشتا أكتر من الصيف. المهم خلّصت كده البيت وروّقته، حتى والله الكنب عندي بتاع الliving بُصّوا مش قادرة أقول لكم متبهدل قد إيه، بسبب إيد إياد والأكل يعني أي حاجة بيمسح في الكنب، يعني حتى هو بياكل في الكرسي بتاع الأكل، بس طبعًا أنتم عارفين الحاجات اللي هي بتتاكل كده، الأطفال أي حاجة وهي في إيديها كده بياكلوها، لازم يجروا في ثانية تلاقوا اتمسك في الستارة، الإيد اتمسكت في الكنبة كده، لزقت على طول بغيرها.
فالكنب والله عايزه يتنضف، بس انا ما نضفتهوش. قلت انا كده كده هغسله ان شاء الله، فمش محتاجه ان انا دلوقتي لسه هنضف وهتعب نفسي وهنضفه، فخليها المره الجايه. قلبت بس الشلت بامانه، والله قلبت الشلت، ولاني كان منظرها يعني استغفر الله العظيم يا رب. فلا قلت خلاص انا هقلبهم بس عشان الاسبوع ده يعدي كده على خير، وبعد كده ان شاء الله هبقى اشيلهم واغسلهم. فروقت كده من على الوش وكنست اهم حاجه و... ولمعت طبعا ديكورات الارفف كده تلميع سريع، ولمعت كده الارض طبعا ايد وانا بكنس بالمكنسه. هو صحي من الصوت فاتخض، فقام جاري كده كان بيعيط جه عليا، وكانت ديما صحيت فسيبته كده مع ديما شويه، وقلت اكمل بقى شغل البيت. فطبعا هو مش سايبني، هو بقى لازق في ديلي يعني، هتلاقيه رايح جاي كده ورايا، عارفين انت الراحه كده جاي وراكي جاي كده جاي وراكي كده. فهم الاطفال في السن ده بيبقى يعني لازقين كده في امهم شويه. فالمهم خلصت كده الليفينج ولمعته، فدخلت كده على اوضه النوم، سبت العيال كده في اوضتهم كانوا قاعدين وبيلعبوا وبتاع. ودي ما بتحب ترسم، فببقى سايباها كده براحتها، هي طبعا بينكش معاها، وتعلم دلوقتي البي يطلع على السرير اللي فوق. يعني عايزه اقول لك كوارث كوارث بيعملها، ربنا يحميه ويحفظه. عايزه اقول لك والله يا بنات، بصوا انتوا هتتصدموا، ايه ده وقع من على السرير اللي فوق. اللي هو انا اتخضيت، اللي هو انا لقيت دي بتقول حي يا ماما، وده بيصرخ وبيعيط، فجريت كده عليه، فبقى انا شايفاه يعني في الارض، انا مش عارفه ايه اللي حصل. فبتقولي ده وقع من فوق، اللي هو طبعا انا ما كنتش متوقعه. يعني هو عامل العمله دي ان هو طلع على السلم اتعلم يطلع. لقيت بقى في اليوم دوت ان هو نط على السرير وراح رمى نفسه من فوق. والمهم مشكلة ان هو محرمش، بعد ما خلص عياط ورضيته وكل الكلام ده ورجع، راح يعمل نفس العملة ويطلع على السلم تاني. فاللي هو انا بقول له طب انا هقفل السلم ده بايه؟ يعني اقفل الدور اللي فوق ده ازاي؟ انا والله ما عارفة. فاللي هو في كوارث كده الاطفال بتعملها في ثانية، ربنا يحميه ويحفظه. الحمد لله يعني ان هي جت سليمة، وما حصلش اي حاجات يعني اللي هو الترجيع وان هو ينام او الحاجات اللي بتحصل بعد ما الطفل بيقع، لازم ناخد بالنا منها قوي. فالحمد لله اليوم ده عدى على خير. فاللي هو سبته كده في الاوضه، وكل شويه لازم عينك عليه، اول ما يطلع على السلم اندهيلي بسرعه، اول ما يطلع على السلم اندهيلي بسرعه. فسبتهم كده في الاوضه، ودخلت هنا على اوضه النوم وشغلت اغير الملايات. كنت عامله اوضه ديما اليوم اللي قبلها ومظبطاها، فما عملتش فيها اي حاجه، كنت مظبطاها ومجهزاها عشان الدراسه. قلت بس اوضه النوم ادخل اغير الملايات والمع الارفف دي، كانت محتاجه ان هي تتلمع عشان التراب والنفس، والجو دلوقتي بدأ يعني يقفل كده شويه، فهتبداي تشمي بقى ريحه التراب، هتبداي تشمي ريحه حاجات غريبه كده. فقلت لمع يعني تلميع كده سريع، فبس بالبخاخة كده والمية والبريكس، واديت كده تلميعة حلوة للخشب والإطار بتاع السرير الكومود ظبطت كده الحاجات دي كلها، والمراية لمعتها بالملمع بتاع الزجاج. وبس فرشت هنا المفرش بتاع السرير، فرشت الأول حاجة الكفر بتاع المرتبة عشان ما كنتش فرشاه، فرشته. وبعدين قلت افرش بقى الملايه وافرش الطقم الحلو ده. طبعا يودا لازق في ايدي، بيحب المكنسه قوي، يعني زمان وهو صغير كان بيخاف منها، اول ما يسمع صوتها يجري. ما كبر كده شويه وعدى السنه بقى يجري هو ورا المكنسه تمشي هو يجري وراها، دي مش عارفه فاكرها لعبه او قطه او حاجه. فبس فكان واقف كده جنبي بيتفرج عليا انا بعمل ايه. وهنا كنت خلاص رتبت كده الاوضه ولمعتها، ما شلتش حتى السجاد. بس ان شاء الله هبقى اشيله كده واوديه للمغسله يتغسل، كل السجاد بتاع البيت عايز يتغسل يتنضف، ان شاء الله هبقى اوديه للمغسله كده والمغسله بتسالوني عليها يا جماعه، اللي انا بغسل فيها بتاعه السجاد اسمها النورس في ترسا، بس بقى بتغسل غسيل اللي هو مش اليدوي، مش زي المغسله بتاعه العربيات. انا كنت بودي الاول السجاد عند مغسله عربيات، فكانوا بيغسلوا كل حاجه والغسيل بصراحه نضيف يعني. بس عيبهم بقى حاجة ان بيلطعوني بالاسبوع بالعشر ايام كده. المغسلة ديت مثلا لو هيجي ياخد الحاجة الصبح الساعة 10، تاني يوم بالليل بيكون مستلم الحاجة، لانه ما عندهم تجفيف اللي هو حاجة كده المكن او حاجة كده جهاز السجاد بيدخل فيه فبتنشف، غسيل اللي هو آلي. قلت ان شاء الله في يوم كده اللي هو يدوبك انا كنت بنضف البيت اودي السجاد، تاني يوم او فرش على طول باذن الله يعني، بدون اي مقاطعه يا رب باذن الله. بس قلت اعدي كده اول اسبوع في الدراسه، ونكون حاولنا نظبط كده يومنا ونومنا واكلنا ونرجع كده للحياه بقى والروتين الدراسي.
بس وبعد كده بقى ابدا ارجع نظبط كده كل حاجه مع بعض. هنا يا بنات كنت خلصت خلاص الاوضه وكنت بكنس. انا بحب اكنس يا جماعه بعد ما بفرش، ما اعرفش ليه. يعني في ناس بتحب تخلص وتمسح وبعد كده يبداوا يفرشوا السجاد وبعد كده يفرش الملايات. انا طالما فرشه السجاد بحب افرش الملايه الاول بعد كده المع كده حوالينا. لكن لما بكون بنضف بعد ما بخلص افرش اول حاجه بفرشها السجاد. بحس كده ان انا خلاص الارض اتدفت، انا كده حسيت ان البيت اتفرش. بعد كده ومفرش بقى بقيه الحاجه، الستاير، الفرش بتاع الكنب او اللي هو الملايات كده. المهم بقى طلعت الشنطه دي من تحت السرير اللي هي ورايا دي في الطرقه. دي الشنطه يا جماعه اللي بحط فيها الكوشنز والكفرات بتاعه الاطقم اللي انا بجيبها للركنه او الريسبشن. طلعتها قلت اطلع كده حاجات جديده عشان لما اجي افرش ان شاء الله ابقى افرشهم في تنظيفات الشتاء بتاعتنا. فطلعتهم بره عشان اشوف انا محتاجه ايه هحطه ايه مش هحطه، فقلت اخليهم كده بره. بس كده خلصت كده الاوضه ولمعتها وروقتها وظبطتها وخليتها زي الفل. قلت اسيب بقى الارض تنشف كده. بعد ما خلصتها سبتها كده شويه بعد كده عطرتها. وقلت بعد ما اعطر اقفل بقى الشبابيك عشان تفضل محتفظه بالروايح بتاعتها. انا بستخدم اللي هو المعطر الجوي اللي هو بتاع موشن. بحط بقى في الخشب في المفروشات عشان تفضل كده ريحه قويه شويه. اقفل بقى كده الشباك وبس كده يا حلوين. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واشوفكم على خير فيديو جديد. هتوحشوني. باي باي، مع السلامه.